يا مساء الفل، مساء الرضا، مساء الجمال عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي دي الاكله بقى يا ولاد اللي بتنزل في قلبي على طول، ما بتنزلش في معدتي والله. بحبها جدا جدا جدا. اكله سهله وسريعه، ما بتاخدش معاكي وقت خالص خالص، وفي نفس الوقت حلوه ومشبعه جدا. وكمان يعني ولادك هيحبوا، اهم حاجه الولاد يحبوا الاكل عشان ياكلوه. المهم كده، هي طبعا بتبقى في عيش الفينو حلوة جدا جدا، وفي العيش البلدي برضو بتودي في حتة تاسعة خالص كده، وطعمها برضو بيبقى حلو. والعيش البلدي بيشبع كده يا ولاد. هو يا دوبك سندوتش 2 6 كده وخلاص، انما الفينو هناكل منه يجي 15 واحد. ما عليه، نسمي بالله كده ونصلي على الرسول وندوق. طعمها تحفة تحفة يا جماعة، حرفيا والله العظيم. طعمها حلو قوي قوي وجميله جدا، وبتدوب كده في البق دوب. وخصوصا كمان انا بحب كمان اكله بالشوكه كده يعني، بس مش هيكفيني 3 4 كيلو. وصفه سهله وسريعه، وتعالوا نشوف اتعملت ازاي. الطاسه دي كنت محمره فيها نفس السجق كده امبارح، بس من غير اي حاجه. سجق كده على ابوه، يعني زي ما بيقولوا كده على ابوه، ولا غير بقى بصل ولا طماطم ولا فلفل ولا اي حاجه. وكان طعمه برده رهيب يا جماعه. فانا احتفظت بيها وقلت احمر فيها تاني يوم برضو السجق اللي انا هعمله بالخلطات بتاعتها. اول حاجه شوحت السجق كده لحد ما ياخد لون، وهنزل بالخلطه بتاعتي اللي انا عايزه احطها عليه. عندي بصل كده قطعته مكعبات كبيره مش صغيره، لانه كده كده هيدوب فيها، وبيبقى طعمه حلو جدا جدا في قلب الخلطه دي او الوصفه دي يا جماعه. البصل اللي كان عندي صغير كده زي ما انتم شايفين قد البلي، البصل ده بتاع الشوربه، بحطه في الشوربه، بس ما كانش عندي بصل تاني كبير اكبر من كده. فقلت مفيش مشكله، قطعت 5 وحدات كده وقطعتهم مكعبات كبيره، وهرميهم على السجق بتاعنا. عايزه اقول لكم السجق له طريقتين يا جماعه، الطريقه اللي انا بعملها دلوقتي حالا، والطريقه برضو اللي بقول لكم لسه عاملاها، ان هو من غير اي حاجه. هي توابله فيه، بهاراته وملحه فيه. هتشوحيه بس على الجريل، تشوحيه في طاسه، تشوحيه في صينيه، في اي حاجه، وتاكليه كده من غير اي حاجه عليه. تاني طريقه، الطريقه اللي انا بعملها دي ببصل وطماطم وشطه وفلفل، حلوه جدا جدا كمان، ودي بتكتر السجق. خلاص على النار ابتدى ياخد لون حلو معانا كده. هنزل باول حاجه البصل، عادي كله ياخد لون مع بعض كده ويدبل شويه لحد ما اقطع بقيه الخضار بتاعي. الفلفل الحامي بيوديه في حته، بصوا يا جماعه حلوه قوي، يعني بيديله طعم كده. هو برضو بيبقى يعني سبايسي شويه، ما بزودها فيه بقى بيبقى حلو قوي قوي يا جماعه. واللي مش عايز طبعا يحط شطه خالص ما يحطش، يكتفي بالفلفل الرومي الحلو، وبيديله ريحه وحلو وطعم حلو جدا. برضو ما حبيتش اكتر كتير قوي، لان انا والولاد بس اللي هناكله، فانا مش عايزه كميه كبيره قوي او اكتر فيه اللي هي الخضار فيه قوي قوي، لان اصلا انا والولاد بنحبه كده من غير حاجه. وبرضو انا بحبه بالطماطم والبصل والحاجات دي، فانا قلت مش لازم اكتر، يعني يا دوبك كده يديله لون كده وريحه وطعم. كمان قطعت بقى معايا الطماطم كده مكعبات صغيره، طماطمايه واحده، وحطيت عليهم، مش هكتر اي حاجه، ما كترتش الا من البصل اللي بيديله طعم حلو قوي. خلاص يا جماعه، قعد على النار، هديت عليه حوالي ربع ساعه، طلع زي ما انتم شايفين بالقمر والجمال اللي انتم شايفينه ده، بيبقبق كده على الرخامه. بصوا خطير يا جماعه وطعمه تحفه. وصفه سهله وسريعه ولازم تجربوها، هتبهري عيالك بيها وهيحبوها. هتنفع سندوتشات فينو، تنفع سندوتشات بلدي، المهم ان هي في الاكل اكله سريعه وسهله ومشبعه جدا جدا. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتراك للقناه، وحطوا تعليق حلو من قلبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.